عطشنا الكروي، نحبوا احنا نترشحوا للدور الثاني، راه مش معقول انه بعد 40 سنه من 78 ورغم الامكانيات والتجهيزات والفلوس لا 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 استنى ما عندناش امكانيات وما عندناش تجهيزات. احنا الرياضه الوحيده في تونس اللي تلم التوانسه واللي تفرح التوانسه، كان في اونس جابر، كان في الكوره، كان في اللي تحب انت. شو عندنا ترانات تنس ما عندناش في تونس، عملنا تورنوا سنه في تونس. اي صحيح. بس ولات عندنا لا بالحق هذه حقيقه مره راك تثبت في موضوع. يا سي زبير فما فرق اقل منا امكانيات وترشحت في افريقيا. لا ثم في فرق اقل منا امكانيات. شكون اقل منها امكانيات؟ شكون؟ المغرب اقل منها امكانيات؟ لا غلط. السنغال كلها في الاوروب. المغرب رد بالك، المغرب عندها في بايرن وعندها في بايرن وفي بي اس جي وعندها جوارات في مستويات عاليه جدا. سامحني راهو سوم جوار من المغرب قد جوري تونس كل. سي زبير ثم حاجه تنقصنا في ملاعبيتنا. حكيمي قد جوري تونس كل. في ملاعبيتنا. اي اغلب الملاعبيه عندهم غرور كبير، يتكبروا على المنتخب، ما عندهمش وطنيه، ما عندهمش روح وطنيه. لا الغريبيه قاسيه شويه. وقت يا سي زبير، وقت الجوار نتاع منتخب ما يعرفش يعطي باس. اي ما دخلش في الوطنيه، دخلها في الواحد ما يلعبش. هذا منتخب ما يلعبش. لا ما فماش جوار ما يعرفش يعطي باس. فما برشا شكون لا يغلط في باس مش ما يعرفش يعطي باس. مثلك في 5 و10 باسات كما صارت مؤخرا. شنو نعمل؟ شنو نعملوا؟ قول لي شنو نعملوا؟ يا ودي المنتخب راهو النخبه، راهو نخبه الملاعبيه. نعم كما نخبه العلماء، نخبه الصحفيين، نخبه الملاعبيه. هذه حاجه. السؤال الاخراني وخلنا بسرعه نقص. انت نرفز على تونس. امشي هل اسلوب كمل واصل. زبير انت تحلل بالكدا بصراحه، وقلتها لك ونعاودها لك. الله فيك. ومثقف ومارست القياده الكرويه، لكن يا صديقي تمشي للنجم ما تطولش، في ساعة تخرج. ما فكرتش انك في يوم ما تترشح للجامعه، نجم تقود، نجم تنصح بارائك هذه. علاش؟ نحب نعرف علاش. يشاع باش نقول لك شنو يشاع، انك خواف كيفي انا، تخاف من المسؤوليه. وهو كذلك وانا خواف. لا كنتي فوز صغير اكيد انت ولا عندك عرق مغربي عاد. انا عرق مغربي كل شيء كما قلت صاحبي بارك الله فيك. ومازال الانجاز هذا كان تاريخي بالنسبه للمنتخب المغربي، واحنا نحبيه بالمناسبه هذه نحب نهني المنتخب المغربي. الاستاذ انيس البيجي معناها عطاه كل شيء بالنسبه رياضيا كرويا وكل شيء. انا نحب نوصل نحكي معناها بالنسبه للمنتخب المغربي الانجازات هي البنيه التحتيه اللي في المغرب، والوقفه نتاع الحكومه والملك والشعب والملاعبيه المتماسكه مع بعضها، والناس كل يد واحده، والناس كل معناها يحسوا في روحهم اللي هما يحسوا بالدوله نتاعهم، بالمغرب، بالبلاد نتاعهم. ناس معناها متماسكه مع بعضهم. تشوف المدرب، تشوف الملاعبيه، تشوف الناس كل يد واحده، وتشوف معناها رئيس الجامعه فوزي لقجع معناها كيفاش معناها واقف ويهبط للطوش ويجي. احنا 3 ماتشات ما ريناش رئيس الجامعه حتى في مش حتى في الفستير الدوري ما هبطش. مبنك الفوق مع جماعه ماناش عارف شنو بالضبط، يخم في حاجات اخرين. ناس معناها تحب بلادها وتحب جمعيتها. انا كي نشوف صاحبي راه البطوله التونسيه في تونس جمعيات في الناسيونال ما عندهاش تيرانات باش تلعب فيها، كيفاش تقول لي كيم ناسيونال، كيفاش تقول لي فريق قومي، كيفاش تقول لي معناها باش نمشيو لقدام؟ ما عندك ما تمشي، انت ما عندكش تيرانات في تونس. ملعب رادس مسكر، الجمعيات لو باش تلعب، لو باش تترينا. اسكو هذا معقول معناها في شو عندنا ما شاء الله. هي قطر عندها كالتيران 947، هذا كان ممكن صحيح. ثم احد الملاعب في تونس سماوها 386 صحيح على عدد الحفر اللي في التيران، الحفر اللي موجود. عاد نقول لك صاحبي انت ما عندكش تيرانات في تونس، وما عندكش معناها حتى الانفراستركتور معناها في البلاد معناها ماهيش مريقله، البنيه التحتيه ما فماش. شنو تقول لي تحب توصل ليكيب ناسيونال، تمشي للمغرب تشوف التيرانات، تشوف البنيه التحتيه، وتشوف معناها البلاد، تقول انت معناها عالم اخر. بعد علينا برشا. مانيش نحكي كرويين، باش نحكي انجازات. الانجازات هي اللي توصل باش تخلي عندك فريق قومي كبير، والتماسك، والناس اللي مع بعضها واليد واحده، والناس كل معناها تخمم في ليكيب ناسيونال، تخمم في بلادها، تخلي معناها الفريق القومي يوصل يعمل انجاز وانجاز تاريخي. وبهذه المناسبه والله صاحبي نحب نهني معناها، انا ماك تعرف العرق كما قلت، العرق نتاعي عرق مغربي. عندي معناها نحب نهني بنتي معناها غاده في فلوريدا معناها، ورجلها صبيان، وبنتها ايلا واسيل معناها اللي هما معناها مغاربه. وبالمناسبه ذي نحب نهنيهم. وما ننساش عندي بنتي اخرى عزيزه معناها ورجلها نبيل، وولدها محمد فوزي اللي هو مغربي وتونسي، وبنتها
اللي هي اسماء اللي هي ان شاء الله ربي يفضلهم وربي يخليهم. ومن هنا نحب نعدي لهم معناها ميساج، نعدي لهم بوسه. وانا خليني نمنعك لانك انت حطيت روحك في ورطه، خلينا نمنعك انا مادامك صاحبي يلزمني نمنعك. وانا نحب ديديكاس لاختي اسماء المراه الفاضله مدام فوزي صغير. صحيح. انت شكرت الناس الكل، انا نحب اسماء اختي هذيك اختي الغاليه، نحب ديديكاس الاسماء. منعته ولا لا يلزمني نمنعه، يلزمني نمنعه. تحيه الاسماء، تحيه الاسماء مدام فوزي صغير، بالحق اختنا الفاضله، ربي يبقى عليها ستر، امراه ب60 راجل، ربي يبقى عليك ستر. اختي ابادو زكي في هلال الشاب صراحه صفقه من العيار الثقيل. ضربه نتاع معلميه صاحبي. شنو بدو زكي معناها مرتين نوترينور نتاع المغرب 2002 2005 2014 2016 رانا تقريبا كيسي مختار 15 جمعيه في المغرب. معناها شكون اللي باش يتكلم يقيم بدو زكي؟ معناها الكاريزم اللي كان كجارديان بوت في المغرب، اسطوره في كره القدم المغربيه بدو زكي. اليوم بالتربيه بالحضور بالرؤيه والكره، اليوم المغرب تحب ولا تكره دومي فيناليست نتاع الكوب دي موند، مشى ظلم معناها تحرمت من نهائي، معناها ضربت لها على البار. توندونس في العالم تو باش تمشي للمغرب. توفيق المكشر مشى للمغرب، مشى بدو زكي فكره خارقه للعاده. قراءه ممتازه ربما حتى في الكواليس. انا نهنيهم على الاختيار هذايا وكاو، معناها مدرب كبير. شنو كمال بالخليلي عديد الاسماء اتصل بهم السيد توفيق المكشر، الكلها تناور، الكلها تراوح، كل واحد العذر نتاعو. ماجري في هلال الشاب نقولوها بكل صدق على غرار الترجي الرياضي التونسي، برشا مصداقيه في المعاملات الماليه، اللي عنده شهريه ياخذها، اللي عنده بريم ياخذه في وقته. معناها كل مدرب ماذا بيه يخدم في الشابه، حقوقه مضمونه ويرقب مؤهلات النجاح. عديد المدربين قالوا لا بطريقه او باخرى، لكن بدو زكي في 24 ساعه قبل هذا العرض من فريق هلال الشاب. بكل بساطة لأنه بدو زكي مش تونسي، دونك أعتقد أنه اللي تحكي عليهم أنت الكل توانسة اللي رفضوا العرض. دونك في إطار الحرب القائمة بين الجامعة التونسية لكرة القدم وبين هلال الشاب، أنت تعرف قداش مرة مسؤولي هلال الشاب يقول لك ما لقينا حتى فريق باش يلعب معنا مباراة ودية. في نفس السياق زاد أعتقد أنه عديد المدربين يقول لك خويا فك عليا يخزر القدام، نهار آخر باش يراني في المنتخبات الوطنية ولا في اللجان، فيخموا التخمام هذا رفضوا. بدو زكي معناتها ضربة باهية برشا، معناتها انتداب، معناتها أعتقد أنه باش يكون معناتها عنده انعكاس ايجابي برشا على فريق الشاب. ان شاء الله يكون ثم بروجي سبورتيف جايبه معاه، مش فقط باش يدرب فريق لغايه تفادي النزول. اذا كان جايبه على وهنا باش نقاطعك بعد قليل عندنا حوار حصري. الحوار الاول جمعني البارح في مدينه الحمامات مع الاسطوره لحراسه المرمى في كره القدم المغربيه بدو زكي، باش تسمع مفاجاه من العيار الثقيل. شنو قال بدو زكي؟ بعد قليل نتفرجوا مع بعضنا في الحوار. صاحبي مبروك على الشاب التعاقد مع بدو زكي. بدو زكي الناس الكل تعرف اسمه قيمه ثابته، اما نحب نعرف العقد اللي تاعه عقد مدته قداش؟ اسكو جاي على عام، جاي على مشروع على عامين؟ يعرف سيرتينمون هو راهو خذا معلومات على الشابه وعلى وضعيه الشابه وشنو طموحات الشابه. اسكو الشابه بانتدابها لبدو زكي، بدو زكي اسم كبير وبدو زكي رانا جمعيات لعبت على الالقاب كلها، اسكو باش يجيب الفكر هذاك ما نعرفوش الحقيقه. واهم حاجه هو مده العقد، تو ما عندناش عليه فكره. يكون انت عندك فكره صاحبي مده العقد قداش؟ بس سي توفيق مش توفيق المكشر العقد. لا من حقك انت كصحافي تسال السؤال هذا. الجواب هذا يجاوبك عليه بدو زكي بعد قليل. هنا باش نعرفوا علاش المشروع اللي جاي به بدو زكي ظهر اقل شيء على عامين، ما في حتى كلام. انا مسخفني التيرانات وين باش يلعب، باش بين اللي عنده في المغرب وفي تونس باش تصير له صدمه حياته. لا بالحق خاطر هو هذه تجربه. بون احنا تو مدربينا في الفنانين التوانسه قاعدين يمشيوا الجزائر المغرب في الخليج وحاجه تفرح.